محمد صلاح وحش، محمد صلاح مش مركز، محمد صلاح ما يلعبش، محمد صلاح يدي فرصه، محمد صلاح يبدل. ايه المشكله لما محمد صلاح يبدل في الماتش؟ طب محمد صلاح اتصاب، محمد صلاح مش هيكمل البطوله عشان مش راجل. المفروض كان يقعد، المفروض كان يكمل، المفروض حتى لو مصاب. طب انت معاه ولا ضد؟ يعني انت شايف اللي هو يكمل البطوله وهو متصاب قاعد مع اللعيبه، ولا هو افضل اللي هو يمشي، ولا افضل اللي هو يلعب وانت مش عاجبك اللي محمد صلاح يلعب؟ عارف تحس ان انت في شيزوفرينيا غريبه، اللي هو انت مع يعني. كنت بتكلم مع واحد صاحبي دلوقتي، لا هو مش مركز بس ما كانش ينفع يمشي، لا ما يلعبش لان هو وحش ومش مش حلو مع المنتخب، بس برضه ما كانش ينفع يمشي، ده الكابتن المفروض كان يلم اللعيبه. طب صلاح قاعد النهارده ومش يمشي غير بعد الماتش بتاع النهارده. ايه هو؟ طب ما كان يكمل البطوله، طب ما هو راح يتاهل عشان لو وصلت النهائي يرجع يلعب النهائي. لا مش عايزين يرجع يلعب معانا النهائي، احنا اللي واخدين وصلنا للنهائي وهو مش معانا، فهنلعب النهائي من غير ما يبقى معانا. تفهمش انت عايز ايه؟ يعني احنا ضد صلاح ولا مع صلاح؟ هل صلاح لعيب حلو ولا لعيب وحش؟ صلاح مساهم ب50% الفترة اللي فاتت مع المنتخب في الأهداف. لا صلاح وحش مش حلو. طب صلاح، انت كنت بتلعب زمان بخطة العب لصلاح، لا صلاح برضو مش حلو. طب صلاح حلو مش حلو. طب صلاح اكتر واحد عايز البطوله دي عشان خاطر يلعب على البالون دور واحسن لاعب في العالم، ومحتاج اللي هو يجيب بطوله مع المنتخب ويجيب بطولات مع ليفربول ويبقى ليه ارقامه هو الشخصيه. طب ما دي حاجه بالنسبه له مهمه، اللي هو ياخد البطوله بتاعت افريقيا، ليه مش هيأدي فيها؟ لا ما نعرفش برضه، بس هو مش حلو. حلو طب ماشي. الماتش الاولاني بتاع موزمبيق قلنا ان صلاح مش مركز، وانا اكتر واحد طلعت قلت صلاح ما كانش مركز الماتش ده. طب ما هم كلهم ما كانوش مركزين، وقلنا زيزو كان وحش، وقلنا تريزيجيه كان وحش، وقلنا مرموش وحش، وقلنا امام عاشور لما كان نزل كان وحش. الماتش التاني صلاح الشوط الاولاني ما كانش قد كده، النني اللي في الماتشين كان وحش. زيزو ما لعبش الماتش التاني، امام عاشور كان حلو الشوط التاني في الماتش التاني، مرموش كان حلو في الشوطين، مصطفى محمد حلو في الماتشين. ملهاش مقياس، ملهاش مقياس. انت لعيب كوره، ما تقوليش انت بتلعب بره مع ليفربول حاجه ومع مصر حاجه تانية. انت دلوقتي لو انت براجل زيي بتلعب كوره، بتلعب كوره في الشارع او مع اصحابك خماسي او الكلام ده كله، هل انت دلوقتي راجل لعيب كوره؟ لو انا مثلا خدتك وحطيتك مع فريق تاني تلعب معاه كوره، انت تبقى وحش؟ طب ابقى وحش ليه؟ ما انا اصلا لعيب كوره، هلعب كوره على الاقل. ممكن ما بقاش مفهمهم قوي، بس انا كشخصي بلعب كوره. ممكن بقى اكون انا مش مركز الماتش ده. شوف نص ملعب ليفربول عامل ازاي اللي بيلعب جنب صلاح وانت جنبك النني، يعني الموضوع صعب. لو هتحط نفسك مكان محمد صلاح صعب، صعب. زي ما طلع في المؤتمر قال لك ان اللعيبه كلها اول تفكير لمحمد صلاح، ومحمد صلاح بيبقى في افريقيا عكس اوروبا. في افريقيا بتلاقي لاعب واثنين وثلاثه ماسكين محمد صلاح، لان عارفين ان المنتخب ما بيلعبش غير عليه. وبان اول لما طلع في ماتش غانا المنتخب فك، خلاص ما بقاش في صلاح، بقت غانا نفسها مش عارفه تعمل ايه، جبت الجون وجبت التاني بقت بتلعب كوره. هل معنى كده ان صلاح وحش؟ لا صلاح مش وحش، بس مشكلتنا في خطتنا اللي وحشه، مشكلتنا في لعيبتنا وفي عقليتها اللي هم فعلا شايفين صلاح ده إيه هو كل حاجه. لا هو صلاح مش كل حاجه، مش هيعمل لك كل حاجه. زي السنغال عندها ماني بس مش كل حاجه، زي المغرب عندها زياش بس مش كل حاجه، زي الجزائر عندها محرز بس برضه مش كل حاجه، وكلهم زعلانين منه لان هما برضه بيلعبوا على محرز. فالفكره كلها في العقليه بتاعت لعبتنا. يعني انت لو فكرت كده، لا هو صلاح مش وحش بالارقام اللي هو عملها دي، ما ينفعش يبقى صلاح وحش وما ينفعش يبقى حلو. بس فهي اللقطه اللي انا ما اقدرش احكم على لاعب زي ده، ما اقدرش اقول وحش وهو بياخد كل البطولات. واحد زي كلوب مستنيه يرجع، مستنيه يرجع عشان هو لاعب وحش ازاي؟ اكيد انا اللي عندي المشكله، مش لا محمد صلاح ولا ليفربول ولا المنتخب. هي المشكله في عقليه اللعيبه اللي بتنزل مع صلاح، اللي فاكره صلاح ده هيعمل كل حاجه، كل واحد ياخد الكوره يديها لصلاح، بقى اللود كله على محمد صلاح. مع ان الماتش الاولاني بتاع موزمبيق اللعيبه كلها كانت وحشه بس اكتر واحد اتقال اسمه محمد صلاح. الماتش التاني بتاع غانا الشوط الاولاني كله وحش، الشوط التاني ابتدينا نلعب كوره شويه عشان صلاح ماشي، عشان صلاح مش شرط والمصحف. هي الفكره اللي عقليه اللعيبه نفسها اتغيرت في الملعب، بقوا شايفين اللي ممكن نلعب على تريزيجيه، نلعب على مرموش، نلعب على مصطفى فتحي، نلعب على مصطفى محمد. بقى في امكانيات، امام عاشور بيدي لده بيدي لده بيدي الفاضي، ما بيبصش على صلاح فين. هو ده اللي خلانا نلعب ماتش كويس. ده رايي. يعني اتمنى اسمع رايك في كومنتاتك، وما تنسوش تعمل فولو ولايك، واحلى مسا